السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقة كاب كيك بقى بالشوكولاتة، جميل جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، وهش وخفيف وجميل جدا فوق ما تتخيلوا، وطريقة بسيطة ومكونات بسيطة هتعجبكم ان شاء الله، ومقاديره تكون موجودة في كل بيت بإذن الله. او اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. وزي ما انتم شايفين كده من كوبايه دي هنعمل معانا 15 قطعه بالشكل ده. اول حاجه هنبدا معانا بالمقادير: بيضتين بدرجه حراره الغرفه، ولو البيض مثلا في التلاجة هنطلعها قبلها بنص ساعه ولا حاجه. نص معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه كبيره من الخل، والخل اساسي يا جماعه. ونبدا بقى في ضرب المقادير دي معانا كلها مع بعض. البيض ده يا جماعه لازم نضرب البيض كويس في المرحله دي، عشان هو اللي هيخلي معانا الكيكه كده هشه وخفيفه، الكب كيك بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده معايا، زي ما انا بضرب كده. ولو انتم مش عندكم المضرب الكهربائي مثلا، هتبداوا تجيبوا الخلاط وتعملوا في الخلاط عادي، بس برضو خليه لازم يطلع معاكم الفوم والرغاوي دي عشان تبداوا تعملوا المقادير والوصفه مظبوطه. وان شاء الله لو مشيتوا على الخطوات مظبوط هتطلع معاكم اجمل كب كيك هتاكلوه. مقادير مظبوطه زي ما انتم شايفين كده معايا، ما شاء الله طلع رغاوي كده وفوم كده بالشكل ده. نبدا ننزل معانا بنص كوبايه من السكر الابيض الناعم، ونفضل بقى نضرب برضو السكر كويس جدا مع البيض والحاجات دي مع بعض. لما يقام هيتقل معانا خالص، زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده بالشكل ده اهو. خلاص شايفين يا جماعه الشكل ده اهو، بدات تتقل معانا اهوت اهو. شايفين؟ اهم حاجه توصلوا للقوام ده والشكل ده بالظبط. اول ما تبداوا بالشكل ده نبدا نحط معانا بقى نص كوبايه من الزيت، واختاروا نوع الزيت كويس عشان ما يغيرش طعم الكب كيك معاكم. ونبدا بقى نضرب برضو كل الحاجات دي مع بعض، بس مش كتير. زي ما انتم شايفين كده معايا خلاص هيدوب تقليبتين بسيطه كده. هننزل عليهم بقى بكوبايه من اللبن اهو. زي ما انتم شايفين يا جماعه يدوب بس نقلب حاجه بسيطه، وهنبطل ضرب المكونات دي كلها مع بعضيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده معايا يا جماعه. ونبدا بقى نجيب معانا كل المكونات الجافه. هنحتاج معانا كوبايه ونص من الدقيق، واهم حاجه ندخلهم، لو نخلناهم كذا مره يكون احسن يعني. بتدي معانا هشاشه في الكيك كده، تخليها معانا خفيفه. ونحط معانا معلقتين كبار من النشا. النشا دي جميله جدا في الكيك يا جماعه. وربع معلقه صغيره من الملح كده او ذره ملح، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. ونقلب بقى معانا كل المكونات دي مع بعضيها كده. بس قبل ما نقلب نحط معانا كمان 3 معالق من الكاكاو. انا حطيت معلقتين في الاول كده، بس حسيت لونها فاتح فبدات احط كمان معلقه، هو حسب نوع الكاكاو اللي معاكم. زي ما انتم شايفين كده معايا يا جماعه، عشان لما الكيكه تستوي ما يكونش مثلا دي لونه، عشان لما تستوي يكون الكب كيك كله لون واحد، ما يكونش مثلا لون فاتح ولون غامق. اهم حاجه زي ما بقول له كده في المرحله دي، شايفين معايا بقت كلها لون واحد بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه نضرب الحاجات دي كلها مع بعضيها، ونبدا بقى نخلط الجاف، نجيبه بقى ننزله على المكونات السايله. مش ننزل مره واحده، ندوب بس الكميه الاولانيه اللي حطيناها، ونرجع بقى نحط كميه تانية زي ما انتم شايفين معايا كده. وطبعا انا بقلب كل الحاجات دي بالراحه كده، بس انا مسرعه لكم الكاميرا فهي ظاهره اللي هي سريعه بس معاكم زي ما انتم شايفين يا جماعه معايا كده. نبدا نقلب بقى. خلاص خلصنا كل الكميه دي. الطريقه دي جميله جدا وهتعجبكم باذن الله يا جماعه. واذا عجبتكم اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وزي ما انتم شايفين معايا اهم حاجه نقلب كل المكونات دي مع بعضيها كده بالشكل ده. خلاص يا جماعه كده، خلاص المكونات بتاعتنا ضربتها كويس مع بعضيها كده بالشكل ده. والقوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده، سمكه وسط، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. هنبدا بقى نجيب معانا طبق او اي حاجه لها بوز بالشكل ده كده، عشان لما نصب في القوالب الكب كيك بتاعتنا ما تتبهدلش الدنيا. ولو مش عندكم عادي لو هتحكموا وتظبطوا الدنيا خلاص مفيش مشكله. ودي قوالب كب كيك معايا، عايزين عندكم المدوره او المستطيله دي زي ما انتم حابين. انا كان عندي دي طبعا، فبدات بقى اصب فيها في القالب كده بالشكل ده. وما تسويهاش للاخر عشان هي لسه الكيكه هتزيد معانا شويه اهو يا جماعه. ولو في اللي هي القوالب المدوره دي زي ما انتم حابين ما شاء الله يا عم. من كوبايه الدقيق طلعنا معانا كل الكميه دي، وطبعا هندخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. ما بتاخدش وقت يا جماعه، خلي بالكم منها تلت ساعه بالكتير جدا بتكون اللي استوت معانا. وزي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله الجميله ومستويه ولونها جميل. والكيك معانا كده شايفين ما شاء الله جميل ومفرغ وحلو كده. اتمنى الوصفه تعجبكم يا جماعه، هي بسيطه وسهله وهتعجب اطفالكم والمدارس وللبيت وللاكل تفطروا بيها كده. اتمنى الوصفه تعجبكم، اذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه.